مبروك لجماهير النادي العظيم، مبروك لجماهير النادي الاهلي. النهارده الاهلي بيقسو على الزمالك وبيفوز على الزمالك برباعيه مع الرأفة، وكان يقدر النادي الاهلي كمان يحول المباراه النهارده لسكور، لكن اكتفى لاعبي النادي الاهلي رغم ان مارسيل كولر طول المباراه عمال يوجه لعيبه النادي الاهلي، لكن يبدو ان لاعبي النادي الاهلي النهارده اكتفوا بالرباعيه. 3 اهداف الشوط الاول مع الرافع، اي كوره كانت بتتشاط على محمد صبحي جون. لكن كمان النهارده عوده المخيف محمد شريف والافندي، واحرز الهدف الرابع واطلق رصاصه الرحمه على نادي الزمالك. لكن كمان النهارده هو نينجا، هو صغير لكن نينجا. ايضا علي معلول ملك الحلول، اسرع دليفري في مصر، والمخيف محمد شريف الافندي اللي النهارده نضرب له تعظيم سلام في الجون اللي جابه. الزمالك النهارده خارج نطاق الخدمه تماما. الزمالك النهارده مش هو ده الزمالك اللي احنا نعرفه خالص. مشكله الزمالك وجماهيره ان هم راحوا ورا القناه وورا الاداره الحاليه للاسف الشديد، مش عارف اقول السابقه ولا الحاليه، مش عارف، لكن ودوهم في حته تانيه خالص. خرجوا عن المباريات وخرجوا عن نطاق الكوره. لكن ده الفرق بين اداره النادي الاهلي واي اداره تانيه. هم اخرهم كلام، واداره الاهلي اخرها افعال. بالفعل هو ده احسن تعبير للي بيحصل في الكره المصريه بين الاهلي والزمالك. الاهلي النهارده لعب وامتع جماهيره النهارده من احسن مباريات للنادي الاهلي. في الدور الاول الاهلي كسب 3-0، والشوط الثاني والدور الثاني كان لولا الهدف الرابع كان هيبقى 3-1، وكان هيبقى مجموع مباراتين 6-1. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجي الهدف الرابع لمحمد شريف وتتغير النتيجه. النادي الاهلي النهارده بيواصل سلسله انتصاراته في الدوري، وبيواصل سلسله تحقيقه للارقام القياسيه في الدوري العام. النادي الاهلي النهارده بيثبت للجميع ان احنا نادي افعال وليس اقوال. النادي الاهلي كمان النهارده كسب لاعب كبير جدا في الدوري المصري بعد ما وقع للنادي الاهلي، رغم في ناس كتير جدا اهلاويه مختلفين، لكن امام عاشور النهارده انه بيمضي في النادي الاهلي بيدي قوه بالفعل لخط وسط النادي الاهلي. لكن يمكن ده مش موضوعنا النهارده، لكن موضوعنا الاساسي النهارده ازاي النادي الاهلي قدر يحقق دوت. كمان اوسيريو المدير الفني لنادي الزمالك النهارده بيلعب بخطه 3-4-3، دي خطه اوروبيه. صعب جدا 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 على لاعبي النادي الزمالك النهارده انهم يقدروا يلعبوا بالخطه دي، وده اللي حصل الشوط الاول، ان النادي الاهلي لعب واندفع بقوه صاروخيه وقدر انه يحرز 3 اهداف، وكان ممكن النهارده النادي الاهلي يخرج بفوز تاريخي على نادي الزمالك لولا ان الشوط الثاني اوسيريو المدير الفني للزمالك ابتدى يرجع للخطه الرئيسيه للزمالك وقدرات الزمالك، وقدر ان هو يطلع الشوط الثاني يقدر يجيب جون ويدخل فيه جون، وتنتهي المباراه 4 اهداف للنادي الاهلي لهدف للزمالك. النادي الاهلي النهارده بالفعل يستحق ان احنا نشجع هذا الكيان العظيم، ان احنا نقف وراه ونقف دايما في ظهر النادي الاهلي ومجلس ادارته. الكابتن الاسطوره بالفعل محمود الخطيب اللي النهارده بيثبت للجميع كاداره ناجحه قد ايه بيفكر في مصلحه النادي الاهلي. شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا مجلس الاداره، شكرا مارسيل كولر
وجهازك الفني، شكرا للاعبي النادي الاهلي، شكرا للجماهير العظيمه الوفيه اللي ما سابتش النادي الاهلي في لحظه. لكن قبل ما اختم مع حضراتكم مش هقدر برضو انسى ولا اغفل ولا ابخس حق جماهير نادي الزمالك النهارده اللي فضلت تقاتل فريقها طوال المباراه، رغم ان هم عارفين ومتاكدين جدا ان هو الزمالك النهارده هيخسر وممكن يخسر بسكور، لكن حاولوا ان هم يفوقوا اللعيبه طول المباراه. فبرضه بوجه شكري وتحياتي لجماهير الزمالك. شكرا مره ثانيه لمجلس اداره النادي الاهلي، شكرا للكابتن محمود الخطيب الاسطوره، شكرا لمجلس الاداره، شكرا للجماهير.